فيلم المعلم بحبح سنة 1935، أول فيلم لعبد الفتاح القصري. كشكش بيه نجيب الريحاني، شرفنطح محمد كمال المصري، عثمان عبد الباسط علي الكسار. المعلم بحبح فوزي الجزائرلي. فيلم المعلم بحبح انتاج مشترك ما بين الجزائرلي والفيزي اورفانيلي اللي اتكلمنا عنه في حلقة 8 بالتفصيل. فوزي الجزائرلي كان من اوائل ممثلين المسرح اللي دخلوا مجال السينما من ايام ما كانت صامتة. سنة 1919 عمل فيلم مدام نوريتا وكان فيلم صامت. حلقة 9 فيلم المعلم بحبح قصة وسيناريو وحوار فوزي الجزائرلي بالمشاركة مع مخرج الفيلم شكري ماضي اللي ما اخرجش في تاريخ السينما غير فيلمين. اول فيلم اخرجه كان فيلم تحت ضوء القمر سنة 30 حلقة 20، والتاني والاخير فيلمنا المعلم بحبح. اللي صور فيلم المعلم بحبح توليو كياريني والفيزي اورفانيلي، اساتذة التصوير الطلاينة واللي كان ليهم دور كبير في تاريخ السينما. المعلم بحبح الدنيا مزنقه معاه قوي، بيسرح بلبن وزبادي وبيدور على شغلانه تانية باجر ثابت. ربنا كرمه بوظيفه كومساري في اتوبيس. انقذ راكب كان هيقع، الراكب بيديله مكافاه عباره عن ورقه ينصيب هديه. المعلم بحبح بيحتفظ بالورقه جوه برواز صوره للمطرب محمد عبد الوهاب. الورقه بتكسب. المعلم بحبح بينسى شايلها فين، ولما بيفتكر بيتفاجئ ان مراته اتخلصت من شويه عفش في الشقه ومن ضمنهم البرواز. المعلم بحبح فقد الامل وفقد شغله في شركة الاتوبيسات. الدنيا ضلمت في وشه. طبعا في ناس كانت بتتقرب له لما عرفوا انه كسب، ومنهم جمالات هانم اللي بتلعب عليه. المعلم بحبح ربنا بيكرمه بشغلانة في استوديو سينما، وهناك بيتفاجئ ببرواز صورة محمد عبد الوهاب اللي شال فيه ورقة اليانصيب. بيوصل للورقة وبيكسب فلوس وبيتبرع بجزء لعمل الخير وجزء للتعليم المجاني، وبالباقي بيفتح معمل ألبان وزبادي، وبيرفض علاقة جمالات هانم وأي ست غير أم أحمد مراته. ربنا يكرمك يا معلم بحبح. اشتغل في الفيلم البرنس استيفان روستي، المخرج والمؤلف والممثل، وحاجات كتير قوي محتاجة حلقات. والأول مرة بيظهر الكوميديان العبقري عبد الفتاح القصري اللي اتولد سنة 1905. أبوه كان تاجر ذهب. القصري خريج مدارس الفرير الفرنسية، بس حب التمثيل فانضم للفرق المسرحية زي فرقة عبد الرحمن رشدي، الريحاني، إسماعيل ياسين. وكان أول تجربة ليه في السينما فيلمنا المعلم بحبح، وتوالت أعماله وصب بصمة في تاريخ السينما المصرية. أعماله عايشة معانا لحد دلوقتي. نهايته كانت مأساوية وتوفى سنة 1964. الله يرحمه. ظهر في الفيلم برضه لأول مرة ممثل اسمه محمد الديب. محمد الديب في بداية حياته كان متجوز إحسان الجزائرلي بنت فوزي الجزائرلي. اشتغل في الفيلم عبده محرم اللي اتكلمنا عنه في حلقة فيلم 5001 حلقة 30. وممثل اسمه حسن راشد كان معظم أعماله مع توجو مزراحي. كان في الفيلم عبد النبي محمد وفيليب كمال اللي اشتهر بدور الخواجة اليهودي كوهين أبو رشيل في فيلم فاطمة وماريكا ورشيل سنة 1949. اللي عمل الألحان والموسيقى الملحن أحمد صبرا اللي لحن لأغلب المطربين والمطربات الكبار، وعمل موسيقى تصويرية الأفلام. فيلم المعلم بحبح نجح وحقق ايرادات كويسة. اتعرض في ديسمبر سنة 35 في سينما النهضة، واستمر 5 أسابيع، واتعرض في نفس الشهر في سينما الكوزموجراف الامريكاني وفي سينما الهامبرا في اسكندرية. وطبعا الفيلم مفقود، خسارة. تابعونا.